ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل كيك سهل وسريع بدون فرن وبدون بيض ولا كريمة وطعمه لذيذ جدا وكله بيبوظ شوكولاتة زي ما بيقولوا. هنعمله بكل سهولة ويلا بقى نشوف عملناه ازاي. نيجي أول حاجة لصوص الشوكولاتة اللي هنحطه بين الطبقات. عندي أول حاجة 3 كوبايات من الحليب، بعد كده هنزل بكوباية من السكر وأربع معالق كبار من النشا ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، وبعد كده رشة من الفانيليا، وبعدين رشة من الملح بسيطة جدا. بعد كده هقلب كل المكونات دي مع بعضيها لحد ما يبقاش فيه أي تكتلات ويبقى الخليط كله متجانس وحاجة واحدة. بعد كده هاخد الخليط ده هحطه على نار متوسطة وهبدأ أقلب فيه، يعني ما سيبهوش عشان ما يكتلش منك. هنا بدأ يتغير القوام بتاعه، هسيبه لحد ما يغلي. هنا غلي، هطفي عليه النار واسيبه يبرد. طبعا القوام بتاع صوص الشوكولاتة ده بيبقى متوسط. نيجي هنا لصوص الجناش، عبارة عن نص كوباية من الشوكولاتة، وعادة ما هتكون بار من الشوكولاتة الخام، معاها نص كوباية من الكريمة اللباني. مفيش كريمة لباني هنحط نص كوباية لبن زائد زبدة، وطبعا اللبن بيكون سخن فبيسيح الشوكولاتة. وهنا صوص الجناش كان جاهز، هنسيبه بقى على جنب يبرد. بعد كده هنجيب طبق وفيه حليب دافي، وبعد كده هنزل بمعلقة قهوة سريعة الذوبان أو اللي هو النسكافيه المعروف يعني عندنا، وهندوبه ونحطه على جنب. هنا بقى هنبدأ نرص طبقات الكيك. عندي أي نوع بسكوت سادة اللي هو بسكوت الشاي، هنبدأ نغمسه كده بس بسرعة بحيث إن البسكوت ما يتكسرش منك. بعد أول طبقة هننزل بقى بجزء كده من الصوص، يعني كمية بسيطة يعني مش كتير، وبعد كده هنرص الطبقة التانية. طبعا عدد الطبقات على حسب ما بتفضلي أو على حسب كمية البسكوت المتاحة عندك. تمام، بعد كده هننزل برضو بجزء من الصوص بتاع الشوكولاتة، وهنكمل بقى الكمية الباقية اللي عندنا، ودي آخر كمية متبقية من صوص الشوكولاتة. هنفردها كويس كده على الوش، والمفروض نسيبها تبرد في التلاجة. بعد كده هننزل بصوص الجناش ونفرده كويس جدا، وبعد كده هندخل الكيك التلاجة وبعديها يبقى جاهز للتقديم. ودي كيك الشوكولاتة السريعة بعد ما طلعناها من التلاجة. بصراحة أنا ما صبرتش عليها مدة كافية في التلاجة يعني بأمانة، فلو حابينها تبقى متماسكة قطع أكتر بنسيبها في التلاجة مدة كافية. بس عموما هي كانت جميلة جدا ولذيذة جدا فوق الخيال والله. أتمنى تجربوها بطريقتي وتعجبكم إن شاء الله. وأنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني أتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، ولايك وشير، والسلام عليكم.